أني حروح بشهر العسل وحدي بدون زوجي، واحتمال كبير إنه من أرجع راح تكون أوراق الطلاق دا تنتظرني. خل أحكي لكم شنو صار. صارت مشكلة بيني وبين زوجي بسبب أخته. طبعا قبل ما تبدون تحكمون وتقولون شوفوا هاي الزوجة الغيارة اللي تسوي مشاكل بين زوجها وأهله، اسمعوني للآخر وبعدين احكموا وقولوا لي إذا أنا غلطانة لو لا. من أول ما تعرفنا أنا وزوجي علاقته ويا أهله دائما كانت حلوة، وعلاقته ويا أخته بيرفكت، يعني دائما أي شيء تحتاج يسوي لها، ودائما وياها، ودائما على التليفون يحجون. وأنا بالنسبة إلي هذا الشيء كلش زين، لأنه أنا أعتقد وأؤمن إنه لما الزوج يكون زين ويا أهله يعني راح يكون زين ويا عائلته، زوجته وجهاله. اللي صار إنه كل شيء تمام، دائما أنا فرحانة، ولا مرة اعترضت على أي شيء، ولا مرة سويت له مشكلة. بس بديت ألاحظ إنه صار too much، صار كلش over، إنه كل ما تحتاج شيء بالبيت، تصليح ما تصليح، تخابره تعال أنت صلح لي. كل ما تحتاج شغلة تريد تشتريها أو محتاجة شغلة للبيت، تخابره تعال إلي سوي لي. بس هي مش زوجة، يعني عندها زوج، تقدر بكل سهولة تطلب من زوجها يسوي هذا الشيء، بس لا، دائما تطلب من زوجي يسوي هذا الشيء. على العموم اللي صار إنه أنا بديت شوية يعني أتحسس من سالفة صارت. كان عندنا حجز بمطعم على مود نحتفل بسنوية، خلينا نقول تعارفنا، وطبعا كان كلش صعب إنه نحصل حجز بهذا المطعم، لأنه كلش مشهور، ودائما الحجوزات كلها مليانة، ودائما ما تقدرون تحصلون. فظلينا يعني نحاول أسابيع على مود نقدر نحصل حجز بهذا المطعم. واللي صار إنه من إجا وقت الانيفرساري، وقت مالتنا يعني الاحتفالية بتعارفنا، والله شنو خابرته أني أحتاج أحد يوصلني للمطار، عندها سفرة كان، أريدك تجي توصلني للمطار، مع إنه زوجها ما عنده شغل، كان قاعد بالبيت، بس لا، أريدك أنت توصلني للمطار. إجا علي يقول لي لازم نلغي الحجز مال المطعم ونلغي الاحتفالية مالتنا اليوم، لأنه أختي تحتاجني أوصل للمطار. أنا كلش انقهرت، بس ما أبين وما أحكي وما أفتح حلقي، دائما أقول أوكي طبعا أختك أهم وكذا، مو مشكلة، عود إحنا نحتفل غير يوم، مع إنه دفعنا كوم ديبوزيت، دفعنا كوم مقدم على مود نقدر نحجز هذا المطعم بهذاك اليوم، بس ما راح يرجعونا إياه هذا المقدم إذا ما رحنا، which was okay، إنه أوكي مو مشكلة، هو حر، هو اللي دفع. فمر الوقت، مرت الأيام، وصار يوم عرسنا، إنه خلص يعني اليوم المحدد مال العرس صار، وكل شيء كان تمام، وكل شيء حلو، أنا كلش فرحانة. إحنا بنص العرس إجاها شلون يقولون، إجاها الطلق، يعني حامل هي، وخلص صار وقت الولادة. طبعا ما خلانا نكمل العرس، خلص رأسا قال لازم نعتذر من عندكم، اعتذر من كل، حتى ما سألني، حتى ما أخذ رأيي، إحنا لازم نعتذر هسه من كل المعازيم، لأنه أختي بالمستشفى قاعدة تولد، وإحنا لازم نكون وياها. طبعا بهذاك الوقت ما أقول لكم لا، انقهرت، كلش انقهرت، إنه شلون يعني هاي حفلة عرسنا، صار لي دا أنتظر سنة على مود حفلة العرس، وحجوزات والقاعة والناس، وأكو ناس كومة جوا من برا، يعني من خارج، على مود يحضرون العرس مالتنا. مع ذلك قلت أوكي، ما سويت مشكلة ولا فتحت حلقي، وكنت كلش عادي وكلش نورمال. ورحنا للمستشفى، والحمد لله ولدت بالسلامة، والطفل كلش صح، الحمد لله صحته زينة، والأماية صحتها زينة. ومن شفنا الطفل خلص فرحنا، يعني نسيت كل اللي صار. اوكي، انا من النوع اللي قلبي كلش طيب، انا هسه ما دا احكي يعني دا امدح بنفسي، بس انا بالعاده ما اهتم للامور، ما اهتم للشكليات.
كل شيء كان تمام. احنا المفروض كان نروح لشهر العسل بعد يومين من الحفلة مع الزواج. هي كان بنفس اليوم ولدت وطلعوها خلاص لأن كل شيء تمام وصحتها كل الزينة. ففرحانة أني وقاعدة أحضر، وبعد يومين راح أروح لشهر العسل وحاجزين لليونان وكل شيء تمام. اجى على غفلة بالليل احنا ما راح نقدر نسافر لليونان. أنا بالبداية قلت excuse me يعني شنو؟ قال إيه ما راح نقدر نسافر اليونان. فأنا ضحكت لعابت لك شنو المزحة؟ كان يقول لي لا هو جدي يعني كلش جدي. لا أنا مدى الشاقة صدق ما راح نسافر لليونان. قلت له شنو يعني ما راح نسافر لليونان؟ شنو صار؟ أنت أوكي يعني كل شيء تمام؟ ما فكرت أبدا بأي شيء. فكرت يعني قلت يا ستار إنه أخاف هو بيشي مريض تعبان. قلت له شنو ماكو شيء كل شيء تمام؟ قال لي لا بس أختي خابرتني وقالت إنه تريدني أروح أقعد يمهم فكم أسبوع على مود أداريها وأداري الطفل وأساعدهم بالبيت. أنا صفنت قلت له شنو يعني؟ إيه فما نقدر إحنا نسافر اليونان. قلت له يعني شنو يعني مو أهلك موجودين يعني أمك وأبوك موجودين وزوجها أمه وأبوه موجودين وكلكم عايشين بنفس المنطقة. فشنو يعني ليش أنت بالذات لازم تروح تعيش يمهم بالبيت على مود تبقى يمهم كم أسبوع على مود تساعدها؟ مع إنه قدامي يعني أمها وأبوها وأمه وأبوه للزوج دائما وياهم وإحنا نجي يمكم وإحنا نساعدكم وفرحانين بالطفل وشايليهم بالصلوات وكل شيء تمام. واي يعني ليش لازم أنت؟ لا خلص أنا قررت وانتهى الموضوع. فأنا وقتها كلش انقهرت. قلت له أوكي عادي مو مشكلة روح أنت أبقى وعود أني من أرجع من اليونان عود أني هم إذا تحتاجون شيء أنا أساعدكم. هو صفن قال لي شنو قصدك؟ شنو قصدي؟ عادي براحتك تريد تبقى اتس اوكي يعني أني عادي كل شيء عندي. قال لي شنو يعني حتسافرين لليونان وحدك؟ قلت له إيه طبعا حسافر لليونان وحدي. أنت ناسي إنه هاي البطاقات والهوتيل والاتراكشنز يعني هاي اللي حجزناه كله ماكو ترجيع يعني الفلوس ما حترجع إذا ما رحنا كل الفلوس راح تروح علينا. وانت ناسي انه انا طلعت هواية من البنك من فلوسي على مود نقدر نحجز هاي السفرة يعني كل اللي مجمعتها اني من شغلي طلعت على مود هاي السفرة لانه هو وقتها قال اني ما اقدر على تكاليف السفرة وكذا. وحتى وقتها قلت له مو مشكلة ما يحتاج نسوي عرس ضخم ونصرف كومة نخلي هاي الفلوس ونسافر بيها أحسن يعني أنا أفضل كذا أفضل إنه نسافر. هذا عصب وتخبل وانت جدت تحكين وانت وحدة ما عندش تقدير وانت ما تحترميني ما تحترمين أختي وانت تكرهيها وانت يعني ما أحكي لكم كل أبشع الكلمات أبشع الحكي قام يحكي عليا. وخلص انت إذا تدين تروحين روحي بس ترجعين البيت أهلك انت مطلقة. وطبعا احنا ما صار لي ترى متزوجة يومين اوكي. اني هم وقتها كلش انقهرت قلت له اوكي عادي تريد تطلقني اوكي عاد. قال لي اي اوكي خلاص رأسا راح عصب راح لم جنطة على اساس ما الاسبوع عندي راح يقعد ببيت اخته وكأنه اني ما موجودة ولا ابدا عبرني ولا دار لي بال وراح. اني هم كلش طبيعي قعدت احضر الجنطة مالتي وقلت خلاص حسافر لليونان. افكر اقول معقولة اني يعني طوختها معقولة اني ما كنت اقدر معقولة اني كان ما عندي احساس بس بنفس الوقت مقهورة يعني هذا يعني شهر العسل العرس مالتي خرب لأنه اضطرينا نلغيه بنص العرس خرب الشهر العسل هماتين. طب أوكي نقدر من نرجع أنا بكل رحابة صدر أساعدها أسوي كل شيء اللي تريده بس شهر العسل يعني ما أدري شو تقولون. هل أني غلط؟ هل أني كلش كبرت الموضوع وانقهرت بدون سبب؟ معقولة يعني بس شلون أنا ما أحس نفسي غلطانة بس هم ما أريد أتطلق. أنتوا شنو رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شنو هل اللي سويته صح أو اللي سويته غلط؟ هل هو صح أم هو غلط؟